لو بصينا حوالينا هنلاقي إن كل الآلات التقيلة من الحفارات الضخمة لروافع العربيات بتتحرك بقوة خفية. في الشرح ده هنكشف سر القوة دي وهندخل سوا جوه قلب أي نظام هيدروليكي عشان نعرف بالظبط إيه حكاية الطلمبات دي وإزاي بتشتغل. المنظر ده أكيد كلنا عارفينه كويس. قوة بسيطة جدا بترفع عربية وزنها يجي طن ولا اتنين. طب إزاي؟ إزاي ده بيحصل؟ الموضوع مش سحر خالص على فكرة. السر كله فيزياء، وفي قطعة ميكانيكية واحدة هي بطلة القصة كلها. والبطلة دي هي الطلمبة. الطلمبة هي فعلا قلب أي نظام هيدروليكي. هي اللي بتاخد الطاقة الميكانيكية، يعني مثلا دوران موتور، وتحولها لطاقة هيدروليكية، يعني ببساطة بتخلي السائل يتحرك. طيب عشان الصورة تبقى واضحة، تعالوا نتخيل رحلة السائل دي مع بعض. الموضوع بيبدأ من الخزان، بعدين تيجي الطلمبة وتديله الدفعة اللي محتاجها، والصمامات بتشتغل زي شرطة المرور بالظبط، توجهه يمين وشمال ولحد ما يوصل في الآخر للمشغل أو الأكتيويتر اللي بينفذ الشغل المطلوب. الرحلة دي كلها والقوة دي كلها بتبدأ من نقطة واحدة بس، الطلمبة. وهنا بقى نوصل لنقطة مهمة قوي، نقطة بتفصل اللي فاهم هيدروليكا بجد عن اللي مجرد حافظ كلمتين، المبدأ الأساسي اللي كل الطرمبات بتشتغل بيه. ركزوا كويس في الجملة دي. الطلمبات بتعمل تدفق مش ضغط. يعني ايه؟ يعني وظيفتها الأساسية إنها تزق السائل وتخليه يمشي، بس كده. الضغط ده بيجي بعدين كنتيجة لحاجة تانية، بالظبط زي خرطوم المية. الموتور بيحرك المية، ده هو التدفق. امتى بقى الضغط بيزيد؟ لما نيجي نحط صباعنا على فتحة الخرطوم. الصباع ده هو المقاومة. تعالوا نبص على المكبس البسيط ده. لما بيرجع لورا بيعمل إيه؟ بيسيب وراه مكان فاضي شبه فاكيوم. الطبيعي إن الضغط الجوي اللي حوالينا يزق السائل من الخزان عشان يملى الفراغ ده. حلو قوي. بعدين لما المكبس يرجع يتحرك لقدام بيلاقي السائل ده في وشه، فبيجبره إنه يخرج من الناحية التانية. يعني الطرمب هنا كل اللي عملته فعلا إنها خلقت حركة للسائل. يبقى الخلاصة إيه؟ الخلاصة إن الضغط ده بيتخلق لما التدفق اللي عملته الطلمبة يقابل مقاومة في سكته. المقاومة دي ممكن تكون وزن تقيل بيحاول يرفعه أو خرطوم ضيق بيحاول يعدي منه. كل ما المقاومة دي زادت كل ما الضغط زاد. يعني ببساطة الطرمبة بتدينا تدفق والمقاومة هي اللي بتولد الضغط. دي أهم معلومة في الموضوع كله. طيب، هل كل الطلمبات زي بعض؟ لا طبعا. في عيلتين كبار أو نوعين أساسيين، وفهم الفرق بينهم هو اللي بيخلينا نعرف نختار الطلمبة الصح للشغل الصح. وفي عيلة منهم هي اللي مسيطرة تماما على عالم القوى الهيدروليكية. النوع الأول هو الطرمبات الهيدروديناميكية أو غير موجبة الإزاحة. أشهر مثال ليها هو طرمبات الطرد المركزي. دي شاطرة قوي في إنها تنقل كميات سوائل كبيرة بس بضغط قليل، ومشكلتها إنها مش بتعرف تسحب السائل لوحدها لو الخط فيه هواء، لازم نحضرها الأول. أما النوع التاني وهو الأهم بالنسبة لنا هو الطرمبات الهيدروستاتيكية أو موجبة الإزاحة. ودي بقى حكايتها مختلفة، بتضخ كمية سائل ثابتة جدا مع كل لفة، والأهم بتقدر توصل لضغوط جبارة. النوع الأولاني ده بتاع الطرد المركزي، لو جينا قفلنا المخرج بتاعه خالص التدفق هيقف وخلاص، الطلمبة مش هيحصل لها حاجة. وده معناه إيه؟ معناه إنها بتستسلم بسهولة قدام المقاومة العالية. وبما إننا هنا بنتكلم عن القوة بجد، يبقى طبيعي إننا نركز كل كلامنا على النوع التاني، بطل القصة بتاعتنا، طلمبات الإزاحة الموجبة. تمام. طرمبات الإزاحة الموجبة دي بقى اللي هي أساس شغلنا، بتتقسم هي نفسها لثلاث عائلات رئيسية. دول هم أبطال الهيدروليكا الفعليين. والتلاتة دول هم الترمبات الترسية والترمبات الريشية والترمبات المكبسية. ممكن من بعيد شكلهم يبان شبه بعض، لكن لما ندخل في التفاصيل هنلاقي إن طريقة شغل كل واحدة فيهم مختلفة خالص، وكل واحدة ليها مميزاتها الخاصة. نبدأ بأبسط نوع فيهم، الترمبة الترسية. الفكرة هنا عبقرية في بساطتها. عندنا ترسين بيلفوا. عند مدخل السائل سنون التروس بتبعد عن بعض، فبتخلق فراغ يشفط السائل لجوه. بعدين السائل ده بيتحبس بين السنون وجسم الترمبة ويلف معاهم للناحية التانية. عند المخرج السنون بترجع تدخل في بعضها تاني، فبتزنق السائل وتجبره إنه يخرج بقوة. نيجي للنوع التاني، الطلمبات الريشية. هنا بقى عندنا دوار بيلف، بس مش في نص الحلقة اللي حواليه بالظبط، لا، مركزه مترحل شوية، والحركة دي هي سر الموضوع كله. لما الدوار بيلف في ناحية المسافة بتوسع، فالريش بتطلع لبره بقوة الطرد المركزي وتشفط السائل، وفي الناحية التانية المسافة بتضيق، فالريش بتتزنق وتدخل لجوه تاني وتطرد السائل اللي معاها. وأخيراً وحش الهيدروليكا، الطلمبات المكبسية. دي بقى أقوى وأكفأ نوع فيهم. الفكرة إن في مجموعة مكابس صغيرة بتتحرك جوه وبره في سلندرات.
مع دوران الطلمبة المكابس بترجع لورا فتسحب السائل وبعدين تندفع لقدام فتضغطه بقوة رهيبة. التصميم ده هو اللي بيسمح لنا نوصل لأعلى ضغوط ممكن نتخيلها، عشان كده بنلاقيها دايما في المعدات التقيلة والشغل الجد. حلو جدا، عرفنا الأنواع الثلاثة. السؤال المهم دلوقتي، على أي أساس بنختار الطلمبة المناسبة؟ الحقيقة إن الموضوع موازنة بين التكلفة والأداء والضغط اللي محتاجينه. الجدول ده بيلخص لنا القصة كلها. بصوا كده على الطلمبة الترسية، ضغطها بيوصل حوالي 3000 PSI، كفاءتها معقولة وتكلفتها هي الأرخص. ننزل بقى تحت خالص للطلمبة المكبسية وشوفوا الفرق بنفسكم. الضغط هنا ممكن يعدي ال 12000 PSI، أرقام خرافية، وكفاءتها هي الأعلى طبعا، بس في المقابل تكلفتها بتكون أعلى بكتير. يعني الملخص ايه؟ لو الشغلانه بسيطه ومحتاجه حل رخيص ومش ضغط عالي قوي، يبقى الطلمبه الترسيه هي الحل. لو بندور على حاجه في النص، كفاءه كويسه بالسعر معقول، يبقى الطلمبه الريشيه اختيار ممتاز. اما بقى لو الشغل تقيل ومحتاجين اعلى ضغط واعلى كفاءه والتكلفه مش هي المشكله الاساسيه، يبقى مفيش غير الطلمبه المكبسيه. لسه في عامل تاني مهم لازم نفكر فيه، وهو الدوشة. الرسم ده بيورينا إن الطرمبات الترسية صوتها عالي جدا، والمفاجأة إن الطرمبات المكبسية رغم كل قوتها دي تعتبر من أهدى الأنواع. وعامل الهدوء ده ممكن يكون مهم جدا في أماكن معينة زي المصانع اللي الناس بتشتغل فيها أو أي معدات بتشتغل في مكان مقفول. لغاية هنا كله تمام، عرفنا قوة الطلمبات ودورها المهم. لكن زي أي قوة كبيرة بيجي معاها مخاطر. في عدو لدود لأي طلمبة، مشكلة شائعة جدا ومدمرة جدا. المشكلة دي اسمها الكافيتيشن أو التكهف. ببساطة اللي بيحصل إن الضغط عند مدخل الطلمبة بيقل قوي لدرجة إن السائل نفسه بيبدأ يغلي، مش من الحرارة، لأ من قلة الضغط، وبيعمل فقاعات بخار. المشكلة إن الفقاعات دي بتدخل جوه طلمبة، وأول ما توصل لمنطقة الضغط العالي بتروح منهارة وفرقعانة بقوة. كل فرقعة من دول بتعمل موجة صدمة صغيرة، كأن في ملايين الشواكيش الصغيرة عمالة تكسر في المعدن بتاع الطلمبة من جوه، ومع الوقت بتاكلها وتدمرها تماما. لحسن الحظ الموضوع ده له حل وممكن نتجنبه. في كام نصيحة مهمة. أول، خط السحب، يعني الماسورة اللي بين الخزان والطرمبة لازم تكون قصيرة وواسعة على قد ما نقدر. تانياً، نقلل أي كيعان أو وصلات في الخط ده. تالتاً، الطرمبة نفسها تكون قريبة من الخزان، والأحسن كمان لو مستواها أوطى منه. وأخيراً، لازم نحافظ على درجة حرارة الزيت مظبوطة، لأنه لو سخن زيادة عن اللزوم بيبقى سهل قوي إنه يكون الفقاعات المدمرة. في الآخر الطلمبة الهيدروليكية هي فعلا البطل المجهول ورا كتير من الحاجات اللي بنشوفها في عالمنا. دلوقتي بعد ما فهمنا ازاي القوة والتدفق بيتولدوا، السؤال هو المرة الجاية لما نشوف حفار بيحفر في الأرض أو ونش بيرفع حاجة تقيلة، هل هنبص للموضوع بنفس الطريقة ولا هنبقى شايفين القلب الصامت اللي بينضد جوه الآلة دي وبيخلي كل ده ممكن؟ القوة دي حوالينا في كل مكان، ودلوقتي احنا عرفنا سرها.